نجاحك في حياتك بيبتدي من تنظيم وقتك صح وتوزيعه على المهام المطلوبة على مدار اليوم. حتى أوقات الانتظار لازم تعرف إزاي تستغلها صح. في دراسة قامت بيها الجمعية الطبية الأمريكية في كولومبيا واللي بتخدم تقريبا 40,000 مريض. قاموا بدراسة الوقت اللي بيقضيه المرضى في عيادات الجمعية. لقوا إن الوقت بيكون من 10 ل 20 دقيقة، ولقوا إن انتظار المريض لو طال عن المدة دي بيكون بسبب التقصير من جانب أطباء الجمعية. وبكده شافت إن من واجب الجمعية تعويض المرضى اللي بينتظروا أكتر من المدة المحددة واللي هي 20 دقيقة، تمام، إن هم عملوا إيصالات كل واحد فيهم $5. $5 هيدوها للمريض عن كل دقيقة بيقضيها زيادة عن ال 20 دقيقة المحددة. وللمريض الحق في انه يستخدم الايصالات دي انه يشتري ادويه او مستلزماتها او حتى ياخد الفلوس كاش. كمان تم توقيع خصومات على الاطباء المتهاونين في اداء عملهم. وبعد تنظيم كل دوت صرح بعدها رئيس الجمعيه ان خدمه المرضى اتحسنت كتير جدا بعد الاجراءات دي. وده كان واقعنا. تعالوا بقى نشوف واقعنا. في دراسة إحصائية قام بيها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على العاملين بالقطاع الحكومي، ولقوا النسب التالية. لقوا إن 26% من العاملين بياخدوا ولادهم معاهم الشغل. مش كده وبس، 27% من الموظفين بيتأخروا عن مواعيد العمل الرسمية. ولقوا إن 21% بيروحوا بدري عن مواعيد الانصراف. 29% من الموظفين، ودي كارثه، بيتعمدوا تعطيل العمل بدون مبرر. و27%، ودي طبعا برضه حاجه صعبه، بيتكاسلوا عن اداء الشغل بتاعهم. و20% بيعملوا ايه؟ 20% مش نسبه كبيره، بيهزروا مع زمايلهم في الشغل. ولقوا ان 44%، ودي رقم كبير جدا، بتتداخل اختصاصاتهم مع بعض، الاختصاصات مع بعض. و30%، ودي غريبه جدا، بيستقبلوا ضيوف خاصين بيهم خلال الشغل. و26% بيتكلموا في امور شخصيه. و48%، نسبه كبيره، بيقروا في مواضيع لا تخص العمل ولا تتعلق بالعمل. الوقت ليه مميزات لازم نعرفها. ان الوقت بيمر بسرعه البرق وبيجري زي الرياح، واعرف ان الوقت اللي عدى مش هيرجع تاني. ولما نعرف ان الوقت بيعدي بسرعه واللي فات منه ما بيرجعش تاني وما يتعوضش باي حاجه، وقتها بس لازم نعرف ان راس مال الانسان الحقيقي هو الوقت.